معايا النهارده ضيف مهم جدا في غاية الأهمية، وهو أكتر واحد نور حياتنا حرفيا. وللأسف برضه هو أكتر واحد الناس بتدعي عليه لما فاتورة الكهرباء بتيجي غالية. مستر توماس إديسون. انت بتقول ايه؟ الشخص اللي رفض يقتنع إن الفشل آخره سد حتى بعد 1000 محاولة. تسلم تسلم. السلام عليكم يا جماعة. مش عارف من غيري كنتوا هتعملوا ايه. اولا حابب اشكر الهندسة على الاستضافة الجميلة دي. كنت حابب آخد رأيك في جيل النهارده اللي بقى بيشتكي من غلاء فواتير الكهرباء، وبقى بيعتبر إن اختراعك ده بقى عبء مادي عليه. كنت متوقع ينوروا بيوتهم، مش يشغلوا بيها 3 تكييفات و4 مراوح ويقعدوا يقولوا الفاتورة ليه غالية يا. بس احنا سمعنا انك فشلت 1000 مرة وانت بتحاول تخترع اللمبة. ده انا لو نزلت اشيك على دايرة كنترول وعملت مني قفلة مرتين برمي العدة واقول ان الكهرباء دي مش كارما. الفشل ده مجرد بروفة بنعرف فيها ايه اللي مش شغال عشان نوصل للي شغال. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ في حاجة كمان يا عم توماس، وهي ان معظم الناس بتدعي عليك انت والمحصل وهي بتدفع فاتورة الكهرباء، وبتشتكي ان الفواتير بتيجي غالية وان الكهرباء بتيجي غالية. يا حبيبي النور غالي عشان هو غالي فعلا. والله نفس المعنى، ايش هذا؟ وفي نهاية لقائنا حبيت بس اشكر مستر توماس اديسون اللي لولا كنا زماننا دلوقتي بنذاكر على شمعة. تسلم تسلم.